عزيزي المشاهد، النهارده هنتكلم عن حاجه مهمه قوي قوي قبل ما تدفع معانا المنظفات، وهي راس المال. مش لازم يبقى معاك فلوس كتير عشان تبدا، ممكن تبدا ب 1000 جنيه حتى لو في بيتك، ولحد اي مبلغ كبير عندك الى ما لا نهايه. المهم تعرف تشغل فلوسك صح، ما يبقاش كل همك راس المال. حدد المبلغ اللي معاك، يعني مثلا لو معاك 1000 جنيه تقدر تشتغل. هتشتغل ازاي؟ هتجيب جيركن بريل، جيركن كلور، هتجيب اساسيات بال1000 جنيه وهتشغلك، مش هتقع. معاك حتى 10000 جنيه تعرف تجيب محل صغير تبدا بيه على قدك، تجيب اساسيات، ما تعملش ديكورات زياده، ما تجيبش الاساسيات، ما تجيبليش مروحه، تجيب مثلا ميزان على قدك تشتغل به. هات اساسيات، توفر معاك ماديات بزياده، تقدر تجيب منتجات بزياده. يعني ما تصرفش على الديكورات والحاجات اللي ملهاش لازمه، اشتري منتجات، اشتري بضاعه، ده احسن من الفلوس. مهمه قوي قوي محدش بياخد باله منها، ان انت لازم تكون منضبط وملتزم في مواعيد الدفع مع الموردين. ليه؟ عشان المورد ده هيسهل لك حاجات كتير قوي، ممكن ما يخليكش تدفع الا بعد ما تبيع. فانت لازم تخلي معاملتك حلوه مع المورد. ونصيحه مني في البدايه، حاول تشوف لك جمعيه صغيره تخش فيها هتسند معاك، عشان انت في الاول هتبقى لسه محتاج اي ماديات. ونصيحه مني كمان، ما تاخدش الارباح اللي تطلع من المحل او من شغلك الا بعد 6 شهور. وانا اضمن لك لو انت مشيت بالنقط ديت ان شاء الله هتشتغل وتبقى محل ناجح. بالنسبه يا عم المشاهد، لو انت ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت شوفها عشان تبقى تشوف النقاط اللي انت ماشي عليها عشان تبقى ماشي صح. وانا ليا تجارب اول ما اشتغلت ومشاكل مريت بيها بفضل ربنا وفقني ان انا احلها. فلو المشاكل ديت عندك قول لي في الكومنتات، ممكن اشارك معاك مشاكلي، يمكن تبقى زي مشاكلك ونحلها لبعض. والفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن حاجه بتحير الناس قوي 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 وتخليهم ما يبداوش، اللي هي انني اسيب وظيفتي واتجه لشغل الجديد ولا اعمل ايه. ان شاء الله ده هيبقى كلامنا الفيديو الجاي. سلام عليكم.